السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد إخواني الكرام المحبة، ثلاثة هي عنوان السعادة. ثلاثة هي عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب فاستغفر. إن الأنبياء كان هم أعظم الناس شكرا لله عز وجل. الله جل في أولى يقول النوح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ويقول رب سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين كان شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. كان شاكرا لأنعم الله عز وجل. أعظم الشاكر من؟ وسيد الشاكر من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. دخلت عليه عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد تورم قدما صلى الله عليه وسلم من القيام. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أفل أكون عبدا شكورا؟ ما شاء الله. ثلاثة هي عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب فاستغفر. فإن الله عز وجل قد مدح أيوب عندما صبر على البلاء. ابتلاها الله عز وجل بالمرض 17 سنة وهو طريح، يعني ينام أو يضطجع على الفراش. ثم الله عز وجل وبعد صبره قال عليه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثلاثة هي عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب فاستغفر. فيكفي أن أقول فإذا أذنب فاستغفر. الله جل قال الله عز وجل عندما قال في سورة الهود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أسأل الله عز وجل ليجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب فاستغفر. جزاكم الله عن كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر الكلام والله الموفق إلى أقوم طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.